أنا مش هكمل لنا بقية الحكاية؟ يا خبر، ولاد حلال. ايوه طبعا هكمل. انا كنت بقرا جزء مهم قوي في الروايه. احنا وصلنا لفين بقى؟ لغاية لما جدوا علي طبع لك الكتاب. ايوه صح يا دودو، صح، وصلنا لهنا. انا بقى كنت صحفيه مغموره، اشتغلت سنين طويله قوي قوي صحفيه، بس محدش كان عارفني لحد لما الكتاب نزل. وبعدين ولا قبلين. لما الكتاب نزل بقيت مشهورة قوي، والناس بقت تشاور عليا في الشارع، وبقيت اطلب في برامج في التلفزيون. هتقولوا لي ايه التلفزيون؟ هقول لكم جهاز كده بس اندثر خلاص. وأكيد جدوا علي كان فرحان. جدو علي كان مبقوق. قولي لنا ليه كان مبقوق؟ قولي لنا يا أنا، قولي لنا والنبي، قولي لنا والنبي، قولي لنا. حاضر، هقول لكم. تعالوا في حضن، تعالوا عشان احكي لكم. تعالوا. طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقة اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقة. كل ده طبعا كان من فلوسي أنا. حاولت على قد ما أقدر ما أقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والأولاد، وكان دايما يقول لي خلي عنك يا إنجي، ولا يهمك يا حبيبتي. انجي، يا ست انجي، يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في ايه يا علي، في ايه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهوا على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جدا، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي، وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في ايه يا علي؟ بقول لك على التلفزيون على الهوا، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا آسفة يا هالة، آسفة قوي، معلش شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية، وخصوصا رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جدا، وفي الحقيقة بيشجعني قوي، وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. في إيه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك أخده وعمله كورة شراب، أنا مالي؟ بتتخانق معايا أنا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما اخلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا أبدا إطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فردة الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت إن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت إن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي، جوزي علي هو مثال الراجل ده. بابي، هو أنت بردان ولا إيه؟ سلام يا اخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه. ده اسمه ظلم. أيوة ده ظلم، إحنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا؟ ديمقراطي. مين قال لك كده؟ أنا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حرية. وبعدين اشمعنى أنت معاك علم الزمالك؟ ايوه، بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا، اوعى، هتطرف عينيا. احنا من ساعة ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده؟ الماتش بدأ؟ يا خسارة، كنت عايزة اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم، الماتش أهم. أيوة أهم. ولا يهمك ولا يهمك. أهلي بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جون وتاخديني التوكه. يا سلام، هو أنت بتلعب معاهم وأنا مش واخدة بالي ولا إيه؟ الريبورتاج بتاعك اهم. يعني جدو علي طلع زملكاوي؟
للأسف وازاي باباكي يوافق يجوزك واحد زملكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان هيطرشق من جنابه، بس أنا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازة إن محدش يتكلم مع العيال في الكورة ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. وقبل كتب الكتاب خلى جدكوا علي يحلف على مصحف إنه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. جماهير تستحق الثناء والتقدير، جماهير الزمالك. لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير. وارجع تاني اقول مجلس اداره بذل بخاري وخميسي، بخاري وخميسي. انه يجيب لعيبه على مش قادره اصدق الشوط الثاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبعد ذلك برضه بتكسبوا، ازاي مش عارفه؟ بيكسبوا بالتحكيم. لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه؟ لا احنا عملنا سحر ولعبناكم ساحر لساحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرغوا. 20 ثانيه. احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصل روحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان؟ في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. كأس الزملكاويه البيضاء، الزمالك بطل يا كأس. حرام والله، حرام زملكاوي. ايه الاحداث ده؟ كانكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله عادي يا حبيبتي عادي، الاهلي قادم. واحنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا. ولسه في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زملكاوي يا زمالك يا عمري يا حته مني، يا زمالك يا عمري اقعد بلاش حركات العيال بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنتوا بتكسبوا. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انت فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكوا؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده يا نحس. نحس؟ انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه؟ ما تطلقني. لو انت جدع صريح بقى طلقها وانا جوزها واحد اهلاوي اصيل. بروح جوزها ايفونه. طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي، طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. تستهبل؟ طلقتني يا علي. سلامة يا حبيبتي. مع السلامة يا مصيبتي. ايه ده؟ انت دخلت هنا امتى وازاي؟ لسه حالا. كده من غير اذن؟ ما انا خبطت وانت اللي قلت لي ادخل. ودخلت؟ لا يعني انا وانا بتكلم انت كنت موجود وسمعت الرنجة لا، شكل الواحد كده عقله ما بقاش فيه. انا خلاص تعبت. وقت على الجواز، على الستات، على كل كليلة. امين يا رب العالمين. انت كنت جاي عايز ايه؟ انا كنت جاي طالب اجازة؟ ليه ان شاء الله؟ الناس بتاخد لما تتجوز اجازة شهر للعسل، انما انت مطلق عايز اجازة ليه بقى ان شاء الله؟ والله يا جميل اعتبره شهر عسل برضو. انا طلقت يا جميل، طلقت. عايز اسبوع واحد اجازه. اسبوع؟ ليه؟ هتعمل فيه ايه؟ اعيط. هتاخد اجازه اسبوع عشان تعيط؟ دموع الفرح يا جميل. دموع الفرح؟ يعني هو في حد يبقى لسه مطلق وياخد اسبوع علشان يعيط؟ ده انت راجل من حقك تحتفل. وانا هحتفل. عيد جوازي انا وانجي فاضل له يومين، هسميه عيد الندم، وهقعد طول اليوم اضرب نفسي بالجزمه. كان لازم اضرب نفسي بالجزمه من زمان. يا ابن المحظوظه يا علي. عايز اسبوع صيانه واعاده تاهيل. صيانه ليه يا علي؟
لما ارجع من مركز الصيانه هبقى اقول لك صينت ايه يا جميل. ما هو انا اللي حصل لي مش شويه. هو ايه اللي حصل لك يا علي؟ سوء استخدام. ما تتخضيش يا اختي، بس حسب الله جوزي. مامي ممكن؟ لا. مامي بقى عايزين نقلب الفيلم ده. قلت مليون مره لا. خشوا العبوا في اوضتكم. يا مامي الفيلم ده وحش قوي ومخيف. يعني يا مامي بعد ما كنتي تتفرجي على افلام رومانسيه واغاني الحب دي فجاه تقلبي كده على رايه وسكينه؟ خلاص من النهارده مفيش رومانسيه، من النهارده رعب وبس. طيب ماشي، شغل لنا فيلم رعب بس يكون اجنبي. مش انتوا ولاد علي؟ يبقى من النهارده مش هتتفرجوا غير على رايه وسكينه. مامي على فكره احنا ما ينفعش اصلا الاطفال اللي قدنا اصلا يتفرجوا على الحاجات دي زي كده. يا سلام، من امتى؟ من امتى يا ابن علي؟ ده انت تاكل العفريت. ايوه يا اختي يا امين. مامي هما ليه كانوا بيقتلوا الستات؟ عشان هبل يا حبيبتي، عشان هبل. مش فاهمه ليه كانوا بيقتلوا الستات. كانوا مفروض يقتلوا الرجاله، حتى ساعتها كان كل الستات وقفوا جنبهم، واحتمال كانوا يدوهم جايزه نوبل. مامي هما بيقتلوا ليه؟ عشان كانوا يتنيلوا يسرقوا. ده مش فاهمه، جاتهم نيله في هبلهم. ليه ما كانوش بيخطفوا الرجاله عشان يقتلوهم ويخلصونا من شرهم؟ بس من النهارده هيبقى في رايه وسكينه جديده. انا رايه وسكينه. اسمع، انا اجازتي هتخلص النهارده وبعد كده مش فاضي اعمل اي حاجه. خد الورقه دي فيها الطلبات، خلي شعبان يحضرها لك وتطلعها على فوق. وتشوف لي حد ينظف المزبله اللي فوق دي، يا ريت تجيب لي شغاله احسن. كل ده ما منوش مشاكل يا استاذ علي، لكن حكايه الشغاله دي ما تاخذنيش يعني. اشمعنى دي اللي ما اخذكش يعني؟ يا استاذ علي انت دلوقتي راجل عازب، ها؟ وكفايه ان احنا سايبينك في العماره. ايه؟ ايوه، ازاي اطلع لك بنات الناس يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليك مغاوري. مغاوري؟ طب وايه الغريب في كده؟ طب ما انا مغاوري. انتوا واقفين بتحببوا ايه؟ بص بقى، انت تشيل العربيه بتاعك دوت عشان نلاقي مكان لمدام انجي تركن فيه البسكليته بتاعه. يا ريتني كنت الكرسي بتاع البسكليته. شفتوها وهي راكبه العجله؟ دي شبه اسمها ايه دي؟ اسمها عربي يا اخويا. انتوا بتتكلموا عن مين؟ على العجلة، على العجلة، على العجلة. يلا من هنا بقى بدل ما ارتكب فيكوا جريمه. هتعمل ايه يعني؟ انت نرف ليه يا علولي؟ ما تسيب الناس تنبسط. منه لله يا اخي، خرب علينا المود بتاعنا. يعني انتوا مش ناويين تمشوا؟ طب استنى بقى. ايه انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هديكوا بالجزمه. الجزمه دي مقاسها كام؟ 45. لا دي ممكن تاذيني. 45 ليه يا اخويا وانت ديناصور؟ يلا يا وليد يلا. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، 3/4 ما بيشتغلوش وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟ بقول لك شاطره. ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام. طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟
تكونش فاكر نفسك مانويل جوزيه؟ انا اللي دربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي دربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤوليه رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغايه هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه انت جايبها تدربها على الصحافه ولا تدربها على حاجه تانية؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافه وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب المزز بتوعك في الجورنال بتاعي وانا اللي ابقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريده قوميه في البلد بعلاقاتي، ولا الحوجه لحضرتك. على ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي. كنت نفعت نفسك يا اخويا. طبعا النهارده احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا، وعلى راسهم الاستاذه الكبيره والصحفيه العظيمه الاستاذه انجي احمد، اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لاعلى مناصب واعلى اسماء الاحزاب في البلد. في الحقيقة أنا بشكرك جدا يا دكتور باسل، وأنا سعيدة جدا إن أنا بنضم لحزبكم الموقر، وأتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم. طبعا احنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، واهم حاجه قضايا الحريات، منها يعني حريه الصحافه، حريه المراه كده يعني. بما إن الحزب اسمه حزب الأمانة، فإحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح وإهدار المال العام. إحنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الأعمال المتهربين من الضرايب، دي أموال الشعب. بالعكس انا عاجبني حماسك جدا، ويا ريت يعني كده تدعمينا بشغلك في الصحافه يعني. طب تحرقني ولا ايه؟ هو في الحقيقه انا ما بحبش خالص استغل شغلي في الصحافه وادخله يعني في اي حاجه سياسيه، بس انا مش هقدر اتاخر عليكم ولا على الحزب بتاعكم. انا مستعده اعمل كده، لازم البلد كلها تنضم لحزب الامانه. انا معاكم للاخر. متشكرين، انت نورتينا والله. طب يا جماعه احنا كده خلاص، المؤتمر ده خلص، ويا رب كده نبقى عند حسن ظنكم. ودلوقتي تتفضلوا على حفله الغداء. اتفضل اتفضل يا استاذ. البوفيه ايه؟ قوموا بسرعه. البوفيه كمالي ايه؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا جايه الحق البوفيه، قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ ايه يا انجي؟ انت بتضحكي عليا؟ انا اول مره اعرف ان انت ليكي في السياسه. بتخبي عليا يا انجي؟ انا ليا في كل حاجه واي حاجه الا موضوع السياسه ده. يا سلام، وانت ايه اللي جايبك طيب؟ شايفه الموز اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضره، ده زميل الطفوله، هو اللي عزمني. يا بختك يا بنتي يا انجي، طول عمرك محظوظه. مش ده برضو اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. ايوه صح، انت تعرفي عني ان انا اعرف ناس اقل من كده. بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان ما اخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي، ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليه يتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انت متجوزه حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ حسين هتروحي في كلبوش. يا شيخه ما تدوقيش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدم لي هيطلقني ويديني الفرصه دي. ده مليونير مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبص لك انت ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشه انا بقى ولا وحشه ولا يعني وحشه؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين ظابط. حسين؟ نسيتي؟ اقص عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها لك تجيب حاجه للعيال معاها.
انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلي. ميرسي. التحقيق بتاعك ده يا سي علي تبله وتشرب ميته. انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، يكش حتى تشغليه سوا عندك، انا مالي. التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب. باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش، خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟ انا منافسنا يا صحفي على ما تفرج. ما هو انا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقه الجبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي، بس بعيد عني وإياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك؟ انت اللي اتهجمتي عليا في مكتبي يا مدام. حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران غيران، والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ يكش هما بس 10 15 سنه نكد في نكد. نكد في نكد؟ ده انت كنت مخليني شبه ام قواق من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي، وبعدين تتجوزي تطلقي، ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبه لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي، واعلى ما في خيلك اركبيه. حاضر يا علي هطلع، بس عايزه افكرك ان انا برضه هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانية خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكره انت تخنين شويه. ولا اتجننت فعلا، هيبقى في حته تانية خالص. ان شاء الله هنشوفه في جنينه الحيوانات. ايه القرف اللي هي مجنونه؟ الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة. من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح، وتليفون الحزب محدش بيرد عليه. يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في أي كلام في السياسة، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسة دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد. انا الوحيده بقى اللي ما بفهمش في السياسه. بعد اذنكم بعد اذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكورة. بالنسبه للكوره، بطوله افريقيا هتبدا خلاص يا استاذ. يا ريت تديني تكليف اغطيها. تغطيها بايه ان شاء الله؟ اغطي انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي. طبعا هيسافر الجابون، فول بورداتو، اوبن بوفيهاتو. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه. يا سلام، امال بتفهمي في ايه؟ لا ازاي بقى يا استاذ جميل؟ انا بفهم في حاجات كتير قوي. سمعت اللي حصل يا استاذ جميل؟ خير، ايه اللي حصل يا استاذ علي؟ باسل شاهين رئيس حزب الامانه طلع حرامي. كذاب طبعا. باسل بني ادم شريف وعصامي. اهو عصامك ده سرق 5000 فدان من اراضي الدوله. عصامي؟ امال والنيابه العامه امرت بالتحفظ على كل امواله وممتلكاته. $1,300,000 كلهم عصامي؟ جميل جميل. بص يا علي، اعمل تحقيق من جديد على الموضوع ده. جميل؟ ايوه روحي امري. لا مش قصدي انت. جميل ايه يا استاذ جميل؟ ده بيقول لك عصامي. دي مصيبه. مصيبه ايه بس يا انجي؟ مصيبه ايه؟ عادي يا حبيبتي ما فيهاش حاجه. انت ليه محسساني يعني ان هو من بقيه عيلتك؟ كان هيبقى من بقيه عيلتها قبل ما يهرب بره مصر. هرب؟ عصامي؟ صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر، بس ابن اللئيمه خلع بدري، عرف فهم بسبب التحقيق بتاعي. قول كده بقى التحقيق بتاعك. لا يا استاذ، باسل بني ادم شريف، انما غيرتك العاميه هي اللي خلتك تشهر بيه. ايه يا استاذ انجي؟ يشهر بمين؟ بيقول لك صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على امواله ومنعه من السفر. عصامي؟ ايوه عصامك.
وحل حزب الامانه بتاعه اللي اوراقه مزوره. عصامي انا بقول تستخبي بقى يا انجي عشان انت ملطوطه في الموضوع ورجلك ممكن تيجي، اصلك عضو عامل في الحزب، ده غير انك انت كنت هتبقي النائبه بتاعته. رجل مين اللي تيجي في الموضوع يا استاذ؟ ما تلم نفسك. طب مالك يا علي فرحان كده ليه؟ انا مش فرحان، انا شمتان. طول عمرك قلبك اسود وحقود. مين ده اللي قلبه اسود وحقود يا بتاعت حزب الامانه المنحل؟ المنحل هي حصلت تطعن في شرفي يا ابن بديعه بياعه الصابون. هي حصلت تغلطي في اسم امي؟ يعني كل اللي همك انها غلطت في اسم امك؟ ايوه، انا امي ما اسمهاش بديعه، انا امي اسمها سياده. بديعه احلى. فعلا؟ ايوه فعلا. وبعدين انت ما فكرتش لثانيه واحده هم سموا امك سياده ليه؟ لا ما فكرتش. بقول لك ايه، على راي ام كلثوم، انما للصبر حدود. انا لما اتجوزتك ما عرفتش انقي، ولما طلعتك ما عرفتش اربي، بس انا دلوقتي هربيكي. ايه يا علي ده؟ هي حصلت يا علي؟ حصلت تمد ايدك عليا؟ صحيح يا علي، ازاي تمد ايدك على واحده ست؟ انت مالك انت؟ خليك في حالك، خليك في حالك، خليك في حالك. خلاص. صباح الخير. صباح في ايه؟ مالك يا انجي؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ في ايه مالي؟ ما انا زي الفل اهو. ايه المشكله؟ انا بس قررت ان انا اعيش حياتي بحريتي من غير كيد وغل في علي. انا قررت ان انا اشتغل واشتهر عشان اكسب فلوس واربي ولادي احسن تربيه. بلا رجاله بلا هم. بلا رجاله ولا بلا جواز؟ بلاهم الاتنين يا اختي. هما اللي كانوا اتجوزوا عملوا ايه؟ ما جالهمش غير السكر والضغط والقولون والفشه والطحال والمراره، وفي منهم بيجي لهم بواسير. ايه القرف ده يا انجي؟ اهدي بقى شويه علشان انا عايزاكي في موضوع خطير جدا. خير؟ انا بس عايزاكي في الاول تتمالكي اعصابك وتبقي هاديه. تمالك اعصابي؟ في ايه يا كاميليا؟ لا مش على طول كده، الموضوع مش سهل يا انجي، لازم تبقي يعني ذات خبره وعقل كده. مش سهل في ايه يا كاميليا؟ وجعتيلي بطني. اهدي بس ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يستر بس يا رب. في ايه يا كاميليا؟ اصل بصراحه يعني علي كلم حسين امبارح وكان بيساله ازاي يقدر ياخد عياله بالقانون. ياخد ايه؟ ياخد عياله؟ هم عياله لوحده؟ ده انا كنت خدت روحه. اسمي حرام عليكي ليه كده؟ انا اسفه خلاص ما حصلش حاجه. اسمعيني. ايه؟ هبقى اجيب لك واحد تاني. ركزي معايا. ايه؟ انت ليه فضلتي ساكته وسايباني لوك 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 من ساعه ما دخلت؟ مش كنتش تقولي لي من الاول؟ ما انت داخله متعصبه. اقول لك ايه يعني؟ ما اقول لك كده خبط لازم، مش لازم اخدك واحده واحده، لازم اخدك بالتروي. تروي يا ونيله؟ دايما اديني زعلت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصي بقى، احنا ما قدمناش غير حل واحد. استاذ جميل خريج حقوق واكيد بيفهم في القانون وذات خبره. جميل مين؟ جميل بتاعنا رئيس التحرير. ايوه بيفهم في الحقوق اكيد. اذا ما كانش بيفهم في الصحافه هيفهم في الحقوق. ايه الخيبه الهويه اللي انا فيها دي؟ كاميليا القليوب اتكسرت. يا رب يهدك يا كاميليا. حبيبتي يا كاميليا. ندابه طول عمرك. بقى انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري يا علي سوري. ما تخافش، هطلعه لك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه. عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصه يا جميل، هشتغل رقاصه. رقبتي يا علي رقبتي. ما تخافش، هكسرها لك حالا واحطها لك قدامك على المكتب. يا علي ايه ده من فضلك؟ كل حاجه وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحللك مشكلتك يا علي بس اصبر. هتحلها ازاي؟ بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي بص، انا هروح معاك المحكمه واشهد معاك ان الورقه اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب40,000 جنيه فيها صفرين زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي؟ شفت بقى انا بحللك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه يا حبيبي، بس زي ما انا بحللك مشكلتك انت كمان تحللي مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه، وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب شوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقي شوكي. في ايه؟
ما ردتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجه مهمه، ردي بسرعه. صح عندك حق. ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جوز ام غيري. واذا كنت فاكره ان الورقه اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناويه تلجئي للمحاكم فاشربي بقى، انا هوديكي في داهيه. لا، في داهيتين ومن غير باي باي. داهيتين ومن غير باي باي يا علي؟ ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه يا انجي؟ ولا حاجه، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهيه. لا، داهيتين. هو اللي قالك هيوديكي في داهيتين؟ حبيبتي لا ما تقلقيش. لا ده احنا هنوديه في 3 4. ركبي. هو سهل قوي يوديكي في داهيتين ليه؟ هي سابت وقال مفيش باي باي. مفيش. لا دي مش سايبه. يلا. لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. شفت يا هانم انانيتك واستهتارك وصلونا لايه؟ انا نيتي انا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم. انا برضو اللي بلبس واتزوق عشان اعجب الرجاله وناسي عيالي. بقى كده يا علي انا بتزوق عشان الرجاله وماله فيها ايه؟ بس ما خنطوني، حرام عليكم. انتوا كده يا رجاله، ما حدش منكم عايز يتحمل المسؤوليه ابدا، والاولاد الغلابه هم اللي مظلومين في النص. كفايه بقى، كفايه بقى. انتوا كده بتعقدوا الامور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم. انا هاخدهم منك وغصب عنك يا انجي وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، واعلى ما في خيرك اركبوا. هتشوف انا هعمل ايه. اقعد يا اخي، اقعد. مش قاعد. اقعد. تعالى بس يا اخوانا، مش كده الحياه. الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوفوا انا ورجاء، ايه؟ هي ترخي انا اشد، هي تفضل ترخي. سولي معي. سولي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ يا انتوا يا ولاد يلا. الله، راحوا فين دول؟ سولي معي. يا نهار اسود، ده يكون عليه عملها خد العيال. يا لهوي. ماشي يا علي، ماشي يا علي، هاكلك في سناني. اثبت يا علي، ما تتحركش. تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه جوه. يعني ايه ما لقيتوش حاجه؟ طب يلا روح مع صاحبك على البوكس. تمام سيادتك، مفيش حاجه جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. يا نهار اسود. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا علي، انا اسف يا حبيبي، اسف يا بابا. اسف ايه؟ انا عايزه اولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلففك كعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملتهولي ده. يا سلام، انت بتهددني يا حسين. انا عايزه اولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه. حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقيني اسالوهم. اسالهم فين دلوقتي بس؟ ما تساليهمش، بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيت، لانه هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي. ما مراتك طلعت ذكيه قوي اهو علي. امال كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك، مش مراته. طب شوفوا الست الذكيه دي بقى ادت المفتاح لمين؟ يا هانم انت اديتي المفتاح لامي. ايوه دي ست غريبه. وابوكي. بس ده راجل كومل ومحترم. وام عليش. لا دي اللي مربياني. وعليش اللي ما ترباش. بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء. اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مي وسولي. تصدق هي دي اللي غلطه. انتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا ايه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخه من المفتاح؟ انا الوحيده اللي في مصر اللي معيش نسخه مفتاحك يا انجي. حرام عليكي، ده انا صاحبتك الانتيم ده انت ما استخسرتيش في عينيك. لا استخسرتي بس يا زعلانه. اها نسخة مفتاحك اهي يا روحي، بس انا نسيت اديها لك، معلش. يا روح قلبي، ظلمتك يا حياتي. صح يا زلمة. معقولة امسكي؟ انا قلت برضه حبيبتي بس اوعي تضيعيها. يا روحي ميرسي. بص بقى يا بيه، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي
انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهانم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشردة فين دلوقتي يا حبايبي. يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين، عطشانين ولا مرتويين، بتبيعوا مناديل ولا حافين، بردانين ولا متغطين؟ كاميليا العيال يا حبيبتي، ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكتي يا انجي، اسكتي. يا ترى انت في انهي شهرة يا سولي يا حبيبي، يا سولي يا حبيبي؟ كده اوفر يا كاميليا، اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كلها تحت يعني كوبري؟ كلها في عينك، بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. بس انت طلعتي جدعه يا كمالي، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. حسين، ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي دي يا حسين. تصدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، انا مش واخده عيني يا ولد ده انا هنفوخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ يا فندم انا جايب لك الكبيره يا فندم. انا يا فندم بحاسه الشم العاليه اللي عندي اللي اقوى من الكلب البوليسي توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيف كشري، كل وقول لي. ده ثانيه واحده بس. لا لازم تشوف. الله ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا هات لي الحلو. الحلو؟ ده انا حرصت لك التلاجة فيها كريم كراميل وام علي وكل حاجه. ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في القيس. ايه اللي في ايدك ده؟ دي يا لو ده انا نسيت، دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. في بيتك. طب خد يا بنت الرفاله. يا وانا خبير مفرقعات، انا عسكري وانت ظابط. البنت حياه بالظبط. يا رب ما تنفجر بصوت عالي اصل بتضايق. ده باور بنك يا غبي. بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. تصدق انت اللي يلزمك نسخه من المفتاح؟ ايوه يا فندم، انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخك. لا يا فندم، لو في مفتاح عربي ماشي، اصل في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده. ضيعتي عيالك يا انجي، انتي السبب. ما عرفتيش تحافظي عليهم، كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتسرعك، رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. ردي علي، رد. ايوه يا حسين، لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسافة السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ انا اعرف كل حاجة هناك، يلا بينا. اي سوري كده يا حبايبي، كده تخضوا مامي عليكم بالشكل ده؟ منكم لله. عليكم على شكلكم. عمي انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت، وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا أصروا إن جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما إني حويط وعارف العك اللي ما بينكم، أنا وافقت إن جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكوا لي على كل حاجة. لما انتوا مش عارفين تتفاهموا، حتى لو كنتوا منفصلين، ما تدخلوش الولاد بينكم. أنا ممكن آخدهم يعيشوا معايا وأعرف أربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست إنجي. ايوه يا جدو، احنا عايزين نروح معاك. ايوه، احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. مامي وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي. معلش انا اسفه، اسفه. خلاص خلاص، انا حقوقلكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا ولاد، اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر إن انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. أنا هسافر أنام في بيتي، بس مش هطمن إلا لما الولاد يكلموني ويقولوا لي إن انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبقى خلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انتوا اولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. ها اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا اجي لكم حالا. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو. نقفل بقى المحضر. المحضر اللي الهانم متهماني فيه؟
ده جده لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف، انا اللي مدبه كل شويه عكها. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت؟ وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي؟ بتتنكي على ايه بلاميله؟ انتوا تاني. خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انتوا في شهور العده، فينفع تعيشوا مع بعض في شقه واحده، بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الاول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعاده الباشا. انت ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا سعاده الباشا. انا يا فندم بحس الامن العالي يضيق توصل للمكان اللي مستخبي فيه ومخطوفين فيه الاطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطاريد الجبل. عند مطاريد الجبل؟ الاطفال دول؟ ايوه يا باشا، الاطفال دول. في الجبل عند المطاريد، ها؟ ايوه يا باشا. معلش حضرتك، يعني العيال دول؟ ايوه هانم، ده انا شايفهم بعينينا هيكونوا من الدود دي. في مطاريد الجبل؟ في مطاريد الجبل. دول يعني؟ دول يعني. اللي واقفين هنا؟ هنا دول. اكيد مش دول. لا يا فندم. ده انا هنفخك. ربنا يخليك يا والله ما له لازمه، يعني احنا بنعمل الواجب اللي علينا. يا بنتي انا مش فاهم حاجه. انت كلمتيني قلت لي ان علي كان تايه، اجي دلوقتي تقولي لي ان علي جاي يخطبك مني تاني؟ ازاي؟ ايه يا بابا في اللي بقوله صعب بس يا حبيبي. علي جاي هو سيادة امه علشان يطلبوني من اول وجديد. ايه الصعب في كده فعلا يا جد؟ يا حبيبتي الصعب دلوقتي انا عايز افهم اتفق معاهم على ايه؟ ها، شبكه كام؟ مهر ازاي؟ ده ليه؟ عايز اعرف اتكلم في ايه؟ ايه كل ده يا جدو؟ شحال انها كانت مطلقه قبل كده؟ مش حضرتك عارف الست المطلقه عندنا في بلدنا بيسموها الست المعيوبه؟ اخص عليك يا سولي، بتقول عليا انا كده انا معيوبه؟ لا سوري. طب انا كده عرفت ان انا مش هطلب منهم حاجه خالص. يا جماعه انتوا بتعقدوا الموضوع ليه؟ احنا عايزين نسطرهم ونخلص. مشوها حبي المره دي، وبعد كده ان شاء الله الطلاق اللي جاي اعملوا اللي انتوا عايزينه، اشرطوا براحتكم. ايه تنتون وتنتن اللي انا قاعده بينهم دول؟ لو ما بطلتوش تتكلموا بالطريقه دي هدخلكم اوضتكم. لا خلاص الا الاوضه. انا فهمت دلوقتي. انا احسن حاجه مش هفتح بقي وانت بتتكلمي واقول اللي انت عايزاه. اخص عليك يا بابا، معقوله تقول كده؟ ده انت الخير والبركه، ما اقدرش اتكلم وانت قاعد. حبيبتي طول عمرك تفهمي في الاصول، انا فعلا ربيت. ربنا يخليك ليا يا رب. الباب بيخبط، جم يلا قوم افتح. العريس جه، العريس جه. زغروطه يا ام سولي. ما بعرفش ازغرط. يو زغروطه يا مي. يعني ام سولي ما عرفتش انا هعرف. زغروطه يا جد. لازم تحترم نفسك. يو محدش عارف يزغرط خالص. طيب بس لحسن يفتكرونا مدلوقين. قوم افتح. العريس يلا. الولاد مبسوطين قوي يا بابا. بابي وحشتوني قوي يا ولاد. اوعى تسيبنا تاني يا بابي. لا يمكن حاسبكوا تاني ابدا. ايه يا ولاد؟ هي انا ما وحشتكوش ولا ايه؟ مش تسلموا عليا؟ وحشتينا طبعا يا تيتا. لازم يعني بابي ومامي يطلعوا عشان نشوفك. انت ايه مش بتيجي غير في المصايب؟ سولي عيب كده. اتفضلوا على اوضتكم. يوه بابي بقول لك ايه، بلاش الحاجات اللي كده وكده. انت فاهمني، احنا بنتنا اشرف من الشرف. يلا امشي. ازيك يا علي؟ ازيك يا انجي؟ وحشتيني قوي قوي قوي. بس انا زعلان منك يا انجي، كده ترزعي كاميليا علقه وتخرشميها وتضيعي علينا العزومه. طول عمرك تفس يا لولو. اعمل ايه بقى؟ استفزتني. بس ولا يكون في بالك، هعمل لك عزومه احلى منها بكتير بايديا دول. ايه ده بقى ان شاء الله؟ هتقفوا تسبلوا لبعض وتسيبونا واقفين كده؟ لا طبعا. اتفضلي. شكرا. ازيك يا عمي؟ اهلا يا علي. وبعدين ايه يا اخويا داخل علينا طويل ايد ورا وايد قدام؟ معلش اصل ماما استعجلتني. ازيك يا ست سياده؟ اهلا بيك يا ابو انجي. يوه تصدقي نسيت اسلم عليكي. وانا كمان نسيت اسلم عليكي يا طنط. طنط؟
بس الحقيقه بقى انا مش عارفه اقول لك ايه. اقول لك ازيك يا طليقه ابني ولا ازيك يا مرات ابني؟ لا حضرتك ما تقلقيش نفسك خالص، ممكن تقولي لي ازيك يا عروسه او يا انوش. اوش. طيب ندخل في الموضوع بقى يا عمي. الحقيقة أنا كنت جاي لك أنا وماما علشان نطلب منك إيد بنتك ومراتي إنجي. اخصى عليك يا علي، ما تكسفنيش بقى. ما تقوم يا عمي وتقعدني جنبها. مش لما نتفق الاول؟ نعم، نتفق على ايه؟ ما هو انت عارفه يا ست السياده ان بنات اليومين دول بيبقى لهم طلبات وشروط وحاجات ومحتاجات، ولازم كل واحده علشان كده انا اللي هتكلم، عشان من حقي. ما ينفعش اتكلم وانت موجود يا بابا. عرفت ربي فعلا. بص يا علي بقى، انا موافقه ان انا ارجع لك ونتجوز ونعيش في بيت واحد تاني، بس ليا شروط. شروط إيه تاني يا إنجي؟ ما بلاش السكة دي بقى. ايه يا علي، هتختفي تاني وتقلقني عليك علشان طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد إيه؟ قد كده اهو. وحياتك لو قد كده أهو أنت تؤمري. بص يا علي، بيحصل ايه قبل الخطوبه؟ بيحصل طلاق. لا مش في حالتنا احنا، في الحالات الطبيعيه بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير. لا بيحصل معاكسه يا علي، وانا بصراحه عايزاك تعكسني. عكسك؟ لا يا إنجي لا، كده أوفر. طلبك مرفوض. اخصى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك وبعد كده هنتجوز على طول. وليه يا حبيبتي؟ ما تطلبي فترة خطوبة عشان تتعرفوا على بعض. هو بالمرة كون نفسي. اخصى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك. لو بجد عايزني ابقى مبسوطه حقق لي الطلب ده. انا عايزه احس ان انا ببدا معاك حياتي من جديد واحس بكل تفاصيل الخطوبه. عكسك؟ لا، لا يمكن ابدا، ما تطلعش مني. انا شفت كتير وقليل، انما الشاسيه ده ما وردش عليا ابدا. لا يا علي من فضلك، انا طلبت منك تعكسني بس من غير قله ادب. حاضر. طب ايه القسه توك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده؟ ايه الدم السم ده؟ ايه اللي يثير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ كلمني، فهمني. كلمني، كلم كلمني، فهم فهمني. لو سمحت من فضلك، كفايه لحد كده سترو، لم نفسك. طب ما تيجي نتلم في عربيه احسن، ده انا بقالي 3 ساعات بعاكس فيه. ايه نتلم في عربيه دي يا استاذ؟ من فضلك كفايه لحد كده. ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا شباب ضد التحرش. لا لا لا، انتوا فاهمين غلط، دي مراتي. لا حضرتك انا مش مراته، ده بقاله 3 ساعات ماشي ورايا بيعاكسني. لا يا فندم، الموضوع بس انتوا، دي مراتي وهنتجوز بالليل النهارده يعني. هو احنا كل واحد نمسكه يقول الكلمتين دول؟ انتوا لازم تتعدموا عشان تبطلوا تحرش. يا بيه بس انت فاهم غلط. تعالى معانا. اتحرش بيك ايه يا وليه؟ ده انا جايب منك حيلين. يلا. الله يا انجي، انا مش متحرش، انا مش متحرش يا انجي. انا راجل محترم، انا راجل محترم. انا متحرش، انا متحرش يا سمير، انا متحرش. انا مش فاهم انت مستعجل على ايه؟ ما انت هتتجوزها النهارده، يعني هتتحرش. ايه اللي طلبت منك انك تتحرش بيها؟ لا يا سيدي، طلبت ان انا اعكسها. قال الوليه مجنونه، فاكره نفسها لسه في ثانوي. انما هي طلبت فعلا انك تتحرش بيها. ايوه يا سمير، بقول يا سمير امسح بقى، انا مش طايق نفسي ولا طايق الوليه دي وبفكر افشكل الجوازه. لا إيه حته تحريشه هتخليك تفشكل. استنى بس لازم محلول فيسيسكوف احط الاول. محلول ايه؟ فيسيسكوف. هو ده بيشيل البنت؟ بيشيل التحرش على طول. الله يخليك. بس هي طلبت صحيح منك ولا انت؟ بقول لك طلبت اعكسها يا سمير. انت ايه الماء اللي انت حاطه ده؟ في الصاروخ ده. انا متحرش. قال اكيد طلبت ولا بس اللون يجنن عليك. اللون الفسكوفي ده عليك يجنن فعلا، كده بقيت متحرش. ميرسي قوي ان عجبك يا سمير. اتشالت البتاعه دي ولا لسه؟ لسه صديقي متحرش.
لا لا لا. حاسس بايه؟ احسن؟ يبقى احكي لي بقى هتتحرش ازاي؟ والنبي سيبني في حالي يا سمير، منك لله يا انجي. جوازة غبرة. لولا اني اتنازلت عن المحضر بعد ما حسين قعد يتحايل عليا كان زمان علي بقى مسجل خطر، بس كنت لازم اخد حقي منه بعد لما اختفى ودوخني عليه 7 دخات. بقول لك ايه بقى، كفايه شروط وطلبات ومشيها بقى. مش عارفه يا جوجو، هشوف. هتشوفي يعني ايه؟ بقول لك ايه، ها هقرصك من لبنيبك. لا لبنيبي لا يا جوجو. جوجو انت مش عارفه انا سعيده قد ايه ان علي رجع لبيته ولولاده، فرحانه قوي. الله، ربنا يسعدكم يا رب. تعرفي حاجه يا جوجو؟ انا فرحانه المره دي اكتر من فرحي الاولاني. ليه؟ مش عارفه، اهو فرحانه. يا حبيبتي انا كمان فرحانه جدا. فين العروسه بقى؟ انا عايزه اشوف العروسه مسيره. لا يا حبيبتي انا اهو يا مش انا حبيبتي، انا اهو. يا عينيا. لا بلاش عينيكي، بلاش عينيكي. مبروك والقمر، والله العظيم انا عملتي اهو يا جميل. كاميليا. يا حبيبتي زي القمر، بسم الله ما شاء الله. حقك عليا. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا بقى نحضر الفرح بقى. يلا يا حبيبتي، عشان يلا عشان يلا البوفيه يا نلحق البوفيه بس. يلا يا اتفضلي. كاميليا. بالراحه يا كاميليا. اتفضلي البوفيه. كاميليا يا حبيبتي. سيبيها سيبيها، تعالي. بتبقى تحصلنا، ما حصلينا يا كاميليا. نورت لي روحي، حلوين قوي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ايه ده لسه ما دخلوش؟ تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي. لي كل حاجه يا جوجو. الله، بتعملوا ايه؟ بيبوسها. يا خساره، انت كنت بعرف اشوف. وحشتيني قوي يا انجي. بس بقى يا علي بتكسف. ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه من غيرك. وانا كمان يا علي، وانا كمان. قضيت ايام صعبه، نسوان نسوان نسوان. نعم. قصدي تعبان. وانا كمان يا علي، وانا كمان. علي شيلني. نعم. شيلني يا علي، طول عمري نفسي ليلة دخلتي جوزي يشيلني. ما انا حبيبتي شلتك من 13 سنه لما اتجوزنا خلاص. لا يا علي ما شلتنيش، انت ساعتها قلت لي عندي اللومباجو يا انجي. وايه اللي اتغير؟ ما هو انا علي واللومباجو اهو. لا بقى يا علي، انت بتستهبل، وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خسارة فيا يا علي. لا هو خساره ليا، قصدي انا حيلي مهدود يا انجي. يا سلام، امال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست كده يا علي، يعني مش عايز تحقق لي حلمي؟ لا حبيبتي، معاش ولا كان. قوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا نونو، لف بيا بقى. نعم، الف بيكي فين؟ لف بيا الأوضة. ليه؟ نفسي أدوخ في إيدك يا علي. وانا ذنبي ايه؟ ده واخيني معاكي. في إيديك قوة تهد جبال، في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخس عليك يا علي، دي انت بترمي شوال بطاطس. معلش يا حبيبتي، ما قصدتش. حصل خير يا علي، بس فين الحنية بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجودة. ايه ده يا علي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ بغير هدومي يا حبيبتي، فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي، راعي شعوري، انا بتكسف. اوه نو. الولية اتجننت الظاهر ولا ايه؟ فاكرة نفسها عروسة بجد.
هما الرجاله كده، طول ما الست مش في ايديهم الرومانسيه تخر منهم، ولما الست تكون في ايديهم ما يخرش منهم غير القرف والجليطه. ده انا قلت لما هلبس له فستان الفرح من تاني وارجع رومانسيه هيرجع رومانسي هو كمان. قالوا لي لما تدلعيه هيدلعك يا انشي. اديني دلعته وغنيت له، شالني ورماني كسر عظمي. يا عظمي. مفيش فايده فيك يا علي، مفيش فايده. انجي يا انجي، خلصتي؟ ايه يا علي، معقوله لحقت وحشتك؟ استنى شويه مش كده. طب اطلعي بسرعه عشان مزنوق يا انجي. لا يا علي لسه ما غيرتش هدومي. طب اتداري في اي حته عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي، امسك نفسك، مش عايزه امسح النهارده. خلاص يا انجي خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت ارجع للعيشة دي لحظة. يا مامي ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها. علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخيره. ده يا حبيبتي مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على اصحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة الا بالله. بيباركولك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى، ربنا يشفيهم. ايه يا علي فرحانين بيا وبيباركولي على الجواز، عايزيني مبسوطة. ما انا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطة. تحبني ايه بس يا علي؟ بتحبني ايه وانت نايم كده وسايبني؟ انا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي. وبعدين على فكرة انا مش جاي لي نوم، يعني انا نايم صاحي. نهارك اسود يا علي، نايم صاحي؟ كل ده ونايم صاحي؟ امال كنت نايم كنت عملت ايه؟ فيها يا علي ده انت مناخيرك مخرومه. انت بتتريقي؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. شغل العيال ده ايه اللي يحكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطه، تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه اتهدد منك انت وعيالك. ياه لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليله دخلتنا التانيه. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي، فاكر ليلة دخلتنا بجد كانت عاملة ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شهر العسل بتاعنا؟ ياه ما كنتش بترضى تنام غير لما انام انا الاول. علي علي علي. ايه ده؟ انت هتفضلي قاعده وموخمه كده طول اليوم؟ في يا حماتي، بس انا مش موخمه ولا حاجه، ما انا نشيطه اهو بلعب حرنكش. مامي تعالي العبي معانا كوره. دي بتتريق يا سوني. انا تعبانه وقرفانه والنبي ابعدوا وسيبوني في حالي. مامي انت بتاكلي ايه؟ تاكل حرنكش. ده دلع بقى. بقول لك ايه، ده انا طبخت وخلصت تنظيف الشقه وانت لسه قاعده مطرحك. والله مش بتدلع ولا حاجه، مش عارفه حاسه بقرف. قرف؟ ومين اللي قرفك بقى؟ في حد قرفك؟ نكلم لك دكتور سمير طيب يا مامي؟
لا يا حبيبتي ما تتعبيهوش. امال عايزه ايه؟ مش عارفه، نفسي في حاجه حرشه كده، نفسي في رنجه. نعم، رنجه. تكونيش بتتوحمي يا انجي؟ لا الشر بره وبعيد. لا وحم ايه؟ يعني ايه وحم؟ يعني مامي في بطنها بيبي. لا مفيش بيبي. لا، وحم وقرف يبقى اكيد في بيبي يا انجي. لا ما فيهاش بيبي يا حماتي، ما فيهاش بيبي. لا فيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي. ولد. يا رب. بنت. يا رب. ولد. يا رب. بنت. ما تبس بقى يا يا ابني، رب. خيلتنا. اقعد بقى وتهد. الله جننت العيال. قلقان قوي يا ماما. قلقان على ايه؟ ده مجرد تست حمل. امال لو كانت بتولد كنت عملت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولد. يا رب. بنت. يا رب. يا رب، هي العيله الهبله دي مش هتخلص ولا ايه؟ ولد. يا رب. بنت. يا رب. يخرب بيت الهبل. ها طمنيني، سبع مش كده؟ لا للاسف يا علي طلع كتكوت. تيست بوزيتيف. للاسف؟ ده بدل ما تفرحي وتزغرطي. الف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا غالي. هو كده صح، انا قلت سولي لازم يتخاوى. هو اصلا مخاوي من غير حاجه. ايه ده؟ يعني البيبي هيبقى ولد؟ ايوه يا حبيبي، ان شاء الله هيبقى لك اخ. وليه ما تبقاش اخت؟ انا عايزه بنت. يا سلام، كل واحد عمال يختار. انا لا عايزه لا اخ ولا اخت، انا مش عايزه حاجه اصلا. تفي من بقك يا انجي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ولد ولد يا رب. بابي، هي مامي هتجيب البيبي ده منين؟ اتفضل بقى جاوب. الموضوع ده اتهرس في افلام كتير قبل. بص يا حبيبي، هو اصل انا سالت نفس السؤال ده لننتك زمان، وهي الحقيقه لسه ما جاوبتنيش لغايه دلوقتي، فهي هتقول لك بقى. اتفضلي قولي له. اقول له ايه؟ هو انا خلفت بعدك يعني؟ انا مش عرفني، اشرح له انت. طب خلاص، ما دي فرصه، قولوا لنا انتوا الاثنين دلوقتي. قولوا صحيح. عايزين نعرف. ها ازاي؟ قول يا باي، ما تتكسفش، انا زي ابنك برضه. امشي هات خد اختك وامشي، خش جوه يلا يلا. من غير ما تتنرفز بس، احنا اصلا فاهمين كل حاجه، ربنا يسهلك يا عم. ايوه يا بابا، احنا فاهمين كل حاجه، الله يسهل لك يا عم. الله يسهلك انت كمان يا ماما. شيبت ادخلوا جوه على اوضتكم. ايه قله الادب دي؟ لا ربيتي الاولاد. ما شاء الله عليك. انت كنت فين؟ عايزين تشرحوا لهم؟ ده هم يشرحوا البلد. بقول لك يا علي، الهي لا يسيئك. كفايه ان امك عرفت. بلاش تقول اي حد، هنتفضح. يا ريت يا علي ما تقولش لحد عشان الفضيحه. فضيحه ايه؟ وانا شقتك من جامعه الدول العربيه؟ ده انت مراتي على فكره، واللي في بطنك ده مجهودي الشخصي. ها، في ايديك قوه تهد جبال، في ايديك قوه. يا سلام، فرحان قوي بنفسك. هو ده اللي انت شاطر فيه، تغني. انما انت مش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. ما يا حبيبتي، لو دي مصيبه دي تبقى احلى مصيبه في الدنيا. يا سلام. معلش يا علي، عشان خاطري كفايه سيوده حبيبتي عرفت. ها، مفيش داعي حد تاني يعرف والنبي. حاضر. اوعدني يا علي. اوعدك حبيبتي، مفيش حد هيعرف خالص. انا واثقه فيك. سرك في بير. الزينه دي، الله، البيت شكله حلو قوي. ايه ده؟ عيد ميلاد مين؟ الحظ خلاني انسى. عيد ميلاد مين؟ علي؟ لا، علي عيد ميلاده مع عيد عمال. طب مي؟ لا، بيجي في الشتاء. وصالي بعديها باسبوع. هي سياده حماتي طبعا، امه، فصرف بالونات ماشي يا علي، انما انا ما تعبرنيش.
ايه ده؟ ايه كل ده؟ بمناسبة ايه؟ بابي قرر يعمل حفلة للبيبي الجديد. بجد يا علي؟ بجد ولا انت بتقول لهم كده بس وعايز تخضني عشان البيبي ينزل؟ بجد يا علي؟ يعني انت بجد مبسوط بالبيبي وعامل كل ده علشاني انا وهو؟ طبعا يا حبيبتي، ما انت عارفاني بيس. وانا يا مامي قلت لبابي ان انا عايزه البيبي بنت. وانا قلت لبابي كمان ان انا عايز البيبي بنت. يا ولاد كل اللي ربنا يجيبه كويس يا رب، ان شاء الله ولد يا رب. انا بقى عايز توأم، ولد وبنت. عايز الولد شبك وعايز البنت برضه شبك. ايه ده يا علي؟ ما اقدرش على 2 صحتي. وبعدين انت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما انت عارفاني بيس. وبعدين انت نسيتي ولا ايه؟ في ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة. وعليك صبر وطولة بال وعينيك حلوة. ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش. بقول لك ايه يا علي، انا نفسي في جميز. عايزه رنجة. انت حامل يا ماما؟ طب الست بتتوحم، يعني انت عايزه رنجه ليه يعني؟ نفسي فيها حاجه دي؟ تفصح. طب بجد يا علي انا عايزه جميز لحسن تطلع في راس البيبي جميزه. حبكة جميز يعني يا انجي، وبعدين انا عمري ما اكلته قبل كده. شوفي لك حاجه تانية. طيب بلاش يا علي جميز. شيلني يا علي ولف بيا الشقه. عايزه كام كيلو جميز يا انجي؟ علي ما بعرفش اطلع. اه لما الولاده القيصريه بالسعر ده يبقى الولاده الطبيعي احسن. ما انت سمعت يا علي الدكتوره قالت ما ينفعش اولد طبيعي. ما ينفعش ليه؟ ما انت امك ولدتك طبيعي وانا امي ولدتني طبيعي وعن طريق دايه. الله، يبقى ايه المشكله؟ يعني ايه يا علي ايه المشكله؟ ده زمن غير الزمن يا حبيبي. وبعدين الدكتوره قالت الولاده الطبيعي فيها خطر على صحتي والولاده القيصري فيها خطر على محفظتي. وبعدين الدكتوره دي عايزه تعمل مصلحه على فكره، وانا قلت لك من الاول ما تنفعش. وبعدين يا علي ما انت اللي ما رضيتش من الاول ان انا اتابع مع دكتور سمير، كان زمانك وفرت قد كده. انت عايزه اللي يتابع حمل مراتي وولادتها يبقى راجل؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. ده مجرد التفكير في الموضوع ده بيخلي دمي يفور. في ايه يا علي؟ بعدين ده دكتور سمير قد ابويا، لا حقيقه في الطب يا علي بقى. بصي، قصر الكلام يا انجي، عايزه تولدي قيصري وتعملي زي الموضه اللي بتحصل اليومين دول، يبقى تعمليها على حسابك. يا سلام، حسابي ايه يا علي؟ وموضة ايه اللي انت بتقولها دي؟ دول هيفتحوا بطني، يعني هشوه جبالي عشان اخلف عيالك. لا هم عيالي لوحدي. لا مش عيالك لوحدك يا علي، عيالي انا كمان، بس انا اللي بتعب وبتبهدل وبتعذب فيهم وبولدهم لوحدي. على فكره الولاده دي حاجه سهله جدا، والستات هم اللي بيتدلعوا. يا سلام، حاجه سهله جدا والستات هم اللي بيتدلعوا.
ده انت لما بيطلع لك قلو في صباع رجلك الصغير بتتنطط كده زي فرع اللوز، ما بتعرفش تنام طول الليل. تخيل بقى لو القلو ده في بطنك و2 أو 3 كيلو، كنت عملت ايه؟ قصر الكلام يا انجي، انت حامل في ابني، هتولديه طبيعي، هتولديه قيصري، هتحمليه من على النت، دي مشكلتك لوحدك. يا ريت يا علي اعرف احمله من على النت، على الاقل كنت اترحمت من النفخه دي. حتى لو هتحمليه من على النت هدفعك برضو الاشتراك. يا نتين، مش قادره احكي لك. علي مش حاسس بيا خالص، ولا حاسس ان انا بقيت في اخر شهور الحمل، ولا حاسس ان انا تعبانه خالص. يا حبيبتي يا انجي، لازم تحسسيه انك انت تعبانه قوي قوي قوي. حسسه ازاي بس يا جوجو؟ اكتر من كده، يعني بطني 10 متر قدامي، وبعدين باخد نفسي بالعافيه وبحس ان انا روحي هتطلع. ده غير بقى مخبيش عليكي، يعني انتي مش غريبه، يعني صوت شخيري وصل للشارع اللي بعدينا. شخير؟ هو انت اللي بتشخري طول الليل؟ وانا معقوله ظلمت علي واقول ماله بيشخر بالطريقه البشعه دي؟ ايه يا جوجو انتي هتقطميني؟ بعدين انا شايله بيبي جوايا، بعدين 2 in 1، هعمل ايه يعني؟ بعدين هو لازم بصراحه يحس بيا من غير ما اشتكي. يا حبيبتي الرجال لا بتحمل ولا بتولد، عايزاهم بس يحسوا ازاي؟ مش بيحسوا باي حاجه بصراحه. علي بيقول لي الحمل والولاده اسهل حاجه في الدنيا. يا سلام. بصي يا حبيبتي، انا من تجربتي الشخصيه، ولو اني يعني للاسف لا حملت ولا ولدت، وفي شكوى لغير الله مذله، وانت عارفه عنكلك سمير يعني، لكن انا عارفه ان لا يمكن ابدا الرجال يحسوا بمعاناه المراه في الحمل والولاده. لا، هما الرجاله ما بيحسوش بمعاناه المراه في الحمل والولاده، بس مش بيحسوا باي معاناه، يعني لا حلاوه ولا فتله ولا، بصي من الاخر الرجاله ما بيحسوش خالص. بصي بقى، انا قريت عن حاجه حلوه قوي قوي قوي، في اختراع اخترعته واحده صينيه من الصين. واحده صينيه من الصين؟ سبحان ايوه الله. ايوه الاختراع ده يا ستي بيخلي، هو اسمه محاكاة التلق والولاده صيني. محاكاة التلك والولاده بالصيني. معلش، بيعمل ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده يوضع على بطن الرجل، وحين يوضع على بطن الرجل يحس فجأة بكل التكلسات وكل الرغبة في الترجيعات، كل الأحاسيس التي تحسها المرأة يحسها الرجل. الله، حلو قوي الناشونال جيوغرافيك ده، حلو قوي حلو. طب احنا عايزين الجهاز ده، يا ريت يجي مصر. انا نفسي علي يجربه، نفسي يعض في الارض من الوجع كده، يعض في الارض. اصل الحقيقه يعني الجهاز اللي اخترعته الصينيه اللي من الصين لسه هناك في الصين، وبتجربوا على كل الرجاله الصينيين اللي هناك، وانت عارفه تعدادهم قد ايه. العمر الطويل ليكي بقى. وبعدين يا جوجو، طب ما تتصرفي، ايه رايك تقولي لانكل سمير يبعت يجيب لنا واحد؟ ايه مبسوط ها؟ ده بيزغزغ يا سمير. في الاول بس بيزغزغ، انما بعد كده هيبسطك قوي، عشان الليفل ايه؟ انت 6 في 36 ب 4 في 12 اس 2 كاب بيد 2 كده. ها؟ لا لا، سمير ده بيضحك لي منه 2. ليه؟ والله؟ بيضحك قوي. بيضحك قوي في الاول بس. سمير حبيبي ده بتاع الصينيين، اوكي؟ الصينيين دول قد كده، انما انا علي علي قد كده بس. خد بقى ايه اللي ازيد بقى؟ ها بيتنفخ اكتر. احسب بقى. شفت الوجع؟ سمير شفت الوجع؟ شد حيلك يا علي يا حبيبي، انا عايزه توأم، ولد وبنت. توأم؟ دي مؤامرة بقى. مؤامرة عشان ما تبقاش تتأمر تاني. وانا اتأمرت عليكي فيها يا انجي؟ ايوه اتأمرت. مش بتقولي الحمل والولادة دول اسهل حاجة في الدنيا؟ انت بتدلعي يا انجي. انا حملت 3 مرات وخلفت مرتين، ما صرختش ربع الصريخ اللي صرخته. عليا الطلاق، ما هخليكي تحملي تاني. انجي فكني بقى عشان خاطر الفك لوحده. انا عندي عيال عايز اربيها. اصل انا عرفت ازاي اشغله، ما قالوليش ازاي اعرف ابطله. لا انا
شهيق معلش. وبعدين اهدي يا زفير. حبيبتي، ايوه اهدي. ريحي نفسك بس، خلي نفسك مرتاح. شهيق زفير، ها؟ زفير شهيق. ايوه. احزائي احزائي. تحزق الحزق مش هنا. والله بيغيروا. ها؟ اعمل كده. ايوه ايوه. ها؟ ايوه. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. كمان يا اسمع بقى. كلام ستك ام ابوك. اسمع كلام ستك ام ابوك. كمان يا كمان. ما تسمعش كلام جدك. وانا هبه وانا اسمع كلام جوجو. كمان يا بقى. ما تسمعش كلام دكتور سمير. ما تسمعش كلام حد يلا. اسمع كلام هبه. وانا اوعى تسمع كلام شعبان. يا بقى خلاص الله. اسمع كلام قبلتك كمان. اسمع كلام اخوك الكبير سالي. ومي وميدو. ما تسمعش كلام حد غير انا. احنا بنحبك قوي يا انا. يا حبايب أنا وأنا كمان بحبكوا قوي، ده انتوا أحلى حاجة في دنيتي. مش هتكمل لنا بقية الحكاية ولا الحكاية خلصت خلاص؟ يا خبر أبيض، لا طبعا الحكايات ما خلصتش. حكايات أنا عمرها ما بتخلص أبدا. عندي حكايات كتيرة قوي لحد ما شرفت دنيتي يا حبايب أنا.